السلام عليكم اخوان ومرحبا بكم في فيديو جديد. دائما تتبع الملاعب المغربيه واللي غتستضاف كاس افريقيا ان شاء الله. اليوم غنشوفوا ملعب فاس اللي انتهت فيه الاشغال، الملعب اللي كان مسدود مده ديال سنه. الان غيتفتتح ان شاء الله مقابله المغرب ضد المنتخب التونسي ومنتخب البنين. ان شاء الله غيتلعبوا هذه المقابلتين الوديتين في ملعب فاس. صراحه الاصلاحات اللي دارت فيه واللي شفت صراحه اصلاحات في المستوى. في الاول كان تيبان ليا داكشي زعما الصراحه شي شويه ناقص، ولكن يعني دابا كنتاكد باللي الاصلاحات كانت في المستوى. كيف كتشوفوا المضمار رجع بهذا اللون هذا، ماشي نقدروا نقولوا زرق 100%. مي جا واحد الكولور بحال الشيبي عطى واحد الديكور اللي زوين. ارضيه الملعب صراحه ارضيه زوينه ديال ملعب فاس. داروا فيه حتى الشاشه كبيره، شاشه عملاقه اللي حتى هي كتعطي واحد الاضافه واحد الجماليه للملعب. حتى الانارات تعاودات بالنسبه للكراسي حتى هما وتعاودوا وتكتبات بهذا الشكل فاس بالعربيه وبالفرنسي، عطات واحد الشكل زوين. كاين يعني واحد التعقيب من الجماهير الفاسيه اللي كانوا بغاو اللون يعني يكون بالاصفر، ولكن ما نقدرش نديرو زعما نقدر نقول لكم شي حاجه. يعني الملعب واش كيعود يعني غير المغرب الفاسي ولا الفرق اخرى في مدينه فاس، ما علينا. الملعب يعني في مستوى جميل، مستوى الصراحه كيبان راقي. الملعب اللي غادي يعرف تغييرات ان شاء الله يعني في الاصلاحات في مور كاس افريقيا، حتى مدينه فاس يعني الملعب ديالها من الملاعب اللي غيكونوا في كاس العالم ان شاء الله 2030. والصراحه انا كنشوف يعني هاد الاصلاحات اللي دارت فيه ما يصلحش على انه يعني يتعاود. ما كرهناش الملعب يبقى، ولما لا يدار ملعب اخر جديد. يعني هاد الاصلاحات اللي دارت زعما اصلاحات زوينه. كيف كتشوفوا المنصه الشرفيه ولا بلاصه ديال مقاعد البدلاء حتى هي كانت بدل الاخضر والاحمر، جات بواحد الديكور اللي زوين وكراسي كيبانوا يعني مريحين وفي مستوى انيقين. وحتى كيف كتشوفوا دابا هاد الجهه المغطاة اللي كتغطي المنصه الشرفيه حتى هي تعاودت بواحد يعني بواحد المستوى زوين وكتبان نقي. ماشي نقدروا نقارنوها مع ملعب محمد الخامس بكازابلانكا. الصراحه هذه بانت احسن وعطيها واحد الديكور اللي زوين. يعني بجوجهم عرفوا تغييرات، ولكن هذا التغيير كان فيه الصراحه كيبان لي انايا افضل. يعني المنصه الشرفيه ولا بلاصه الصحافه صراحه كتبان زوينه وانيقه وفي المستوى ديال الملعب مدينه فاس. الملعب كيف قلنا اخذ السنه ديال الاصلاح وغادي ترجع تلعب فيه حتى فريق المغرب الفاسي. الاناره حتى هي تعاودات وغادي يكون يعني ان شاء الله الافتتاح ديالو يوم الجمعه. حتى يعني كل شيء التغييرات شملت كل شيء والاصلاحات، حتى يعني من مستودع الملابس دار بهذا الشكل هذا اللي كتشوفوا دابا، يعني بالخشب ديكور بالخشب. وهاد المقاعد اللي دايرينهم بالاسود خداو يعني اللون الاسود والاصفر. ربما يكون المغرب الفاسي ولا غير صدفه، ولكن كنظن انهم يعتمدوا على ان حتى المغرب الفاسي ياخذ واحد الحق ديالو يعني من الملعب. كيف كتشوفوا هذه الجهه الجنوبيه للملعب فيها الشاشه هذه الكبيره. كيبان لي واحد الملاحظه هما انهم بحال قاسمين يعني ما بين الكراسي ولا ما بين كيف كنقولوا كيف كتشوفوا هكا، يعني قاسمين ما مخلينش كراسه غادي نيشان. بالنسبه حتى للداخل انتم كيف كتشوفوا اللونج داكشي تبارك الله زوين مستوى عصري. كيف كتشوفوا هاد الفوتويات وبزاف ديال المرافق اللي عاودوهم بواحد الطريقه اللي جميله وحديثه. راه اصلاحات شملت الملعب كامل واصلاحات الصراحه في المستوى. هانتوما كيف كتشوفوا في هذه الصوره هذه عاوتاني داكشي تبارك الله زوين، داكشي كيحمر العين. ملعب يعني بالمستوى الملاعب الكبار صراحه. ملعب اللي شنو نقول لكم، الملعب غادي يعرف كيف قلت لكم يعني اصلاحات مور كاس افريقيا عفوا، وغادي تعاود زيرو. وانا هادشي صراحه كنشوف يعني كرأي خاص غيبقى فيا هادشي هذا، يعني هاد الاصلاحات كامله غادي تعاود. كاين اللي غيقول لك ما غاديش تقاص هادشي لداخل، ولكن واخا هكاك يعني ما كرهناش ملعب اخر، ولكن كيف كنقولوا هذا كرأي ديالي الشخصي. هانتوما كيف كتشوفوا يعني لعبوا على بزاف ديال لي ديتاي الصراحه اللي عجبوني، لا من الجوانب هادو اللي داروهم بهذا العشب هذا.
ما خلاوش بان ليا شي زاوية الصراحة يعني ما متقوناش، يعني بان لي كلشي تبارك الله متقون. كنتمناو يعني يبقى في هاد الإصلاحات ديالو. وانتم كيف كتشوفوا عاوتاني هنايا في الدخلة يعني حافظوا على الفن المعماري ولا التقليدي. هانتوما كيف كتشوفوا البلافون بالخشب والتريا بالنحاس، هانتوما كيف كتشوفوا حتى هاد البلايص هكا لي لونج في اي بي. داكشي تبارك الله واعر، راه في المستوى، راه لي ديتاي راه بحال صور ماشي حقيقية. كيف كتشوفوا لي فوتاي الزربية هنايا، حمامات اللاعبين ولا بلاصة ديال الثلج، ولا يعني كل شيء انيق. ما بانت لي الصراحه حتى شي حاجه اللي ماشي في المستوى. هانتوما عاوتاني هنا كيف كتشوفوا التصوير، داكشي تبارك الله خدموا على لي ديتاي. كل شيء في المستوى، على اختيار الالوان، لا من زعما حتى البيبان، داكشي تبارك الله زوين. كيف كتشوفوا هذا هو المدخل ديال ملعب فاس. صراحه الملعب زوين، سميه بالعربيه والفرنسيه والامازيغيه. والديزاين ديال الزليج كيف كتشوفوا، يعني هما عاوتاني الدوشات حتى هما تبارك الله داكشي في المستوى. اش غنقول لكم انا، هادشي الصراحه بهرني ملعب مدينه فاس. كنتمناو ان شاء الله هادشي اللي نبغي نقول لكم، هادو غير ملعب يعني خضع للاصلاحات. عاد ان شاء الله الملاعب اللي كتصايب ازيرو اللي جديده ان شاء الله حتى هي غادي تكون في مستوى اكبر. راه كاع داكشي اللي كنشكر كنشوف هادشي كاع اللي داز في التصاور تبارك الله داكشي زوين. كنتمناو التوفيق ان شاء الله للمنتخب المغربي ضد منتخب تونس والبنين، والتوفيق ان شاء الله حتى في الملاعب اللي كتصلح ولا اللي كتبنى. واخواني الا عجبكم الفيديو تقدروا ديروا ابوني وجيم لاشين ان شاء الله. مازال المزيد، ومازال التتبع ان شاء الله.